السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة هنعمل مقارنة بين المسحوق البودر والمسحوق الجل، وهقول لكم ايه الافضل بالنسبة لي في الاستخدام، وكمان هقول لكم مميزات كل حاجة فيهم وعيوبها، وامتى تستخدمي المسحوق البودر وامتى تستخدمي المسحوق الجل مع اي نوع من الملابس. تمام؟ انا طبعا مش هرشح لكم براند معين، كل واحد بيستخدم حاجة ومرتاح عليها يستخدمها براحته جدا. انا بس هعرفكم الفرق بين البودر والجل، وفي اخر الفيديو هقول لكم البراندات اللي انا بفضلها واللي انا بستخدمها، وممكن تستخدمي ايه كمان مع البقع. لو اول مره بتزوري القناه، انا نجلاء، اشتركي في قناتي، فعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا لو ليكوا اي سؤال زي ما تعودنا بنسيبه تحت الفيديو وانا هجاوبكم في اقرب وقت. ويلا بينا على طول ندخل على موضوع الفيديو. ناس كتير طبعا بتفضل المسحوق البودر لانه المسحوق التقليدي اللي احنا تعودنا وتربينا عليه، شفنا امهاتنا بتغسل بيه واحنا كمان كنا بنغسل بيه في البدايه قبل ما يطلع المسحوق الجل. ولكن طبعا مع تقدم التكنولوجيا وكده المسحوق الجل غزا السوق بطريقه فظيعه واخد شعبيه كبيره جدا، وده طبعا مش من فراغ. انا هقول لكم دلوقتي ايه الاسباب. الناس بتفضل المسحوق البودر عشان خاطر لما بتحطه في الدرج مثلا بتحس ان الدرج اتملى مع اقل كميه منه، وبرده ده مش سبب مقنع ان انت تستخدمي المسحوق الجل عشانه. هنقول النهارده ايه المميزات والعيوب بتاعه كل حاجه فيهم. نتكلم الاول عن مميزات المسحوق البودر. من مميزات المسحوق البودر ان هو منخفض في السعر اكتر من المسحوق الجل، وكمان سهل عليك ان انت تشتريه في اي وقت وبيعيش معاكي فتره اطول. الكفاءه بتاعه التنظيف بتاعته عاليه، وعشان كده لو في اتساخات شديده تقدري بيه تغسلي او تنقعي فبيقعد معاكي فتره اطول. طبعا ممكن يكون الموضوع ده فيه حاجه مغلوطه، ان احنا مثلا قلنا قبل كده ان 2.5 من المسحوق الجل بيعادل 5 كيلو من المسحوق البودر، ولكن طبعا مهما نتكلم الناس هتشوف ان ده كميته اكبر بكتير، فهتقول ان المسحوق البودر موفر اكتر. من عيوب المسحوق البودر ان هو لازم يتشطف كويس جدا من الصابون لانه بيحتوي على مركبات كيميائيه، وكمان ما بيدوبش بسهوله في الميه. طبعا المسحوق الجل او المسحوق التاني اللي هو البودر بيحتوي الاثنين على مركبات كيميائيه، الا ان المسحوق الجل بيكون سريع جدا في الشطف، ما بيحتاجش شطفات اضافيه. ولكن المسحوق البودر لو غسلتيه وما عملتيش شطفه اضافيه ممكن بعض الناس تتحسس منه او جسمها يحصل له نوع من انواع الاكزيما من المسحوق ده. لكن طبعا عايزه الفت نظركم ان انتوا لو لاحظتوا نفسكم او على اولادكم ان هم بيتحسسوا من نوع معين من المسحوق لازم فورا تغيري المسحوق ده لاي مسحوق تاني، لان وارد جدا ان هو يحصل كده. ولكن انت عامه لما تيجي تغسلي مثلا ملابس لازم تعملي شطفات اضافيه، بالذات لما تكوني هتستخدمي المسحوق اللي هو البودر. لو جينا بقى نتكلم عن المسحوق الجل، وده من الحاجات اللي انا بفضلها، وكمان على فكره خبراء الغسالات بينصحوا بيه المساحيق اللي هي الجل، لان هي بتكون اخف وما بتسببش تكلسات، وكمان خفيفه كده نفسها على الغساله يعني. كمان المسحوق الجل بيفضل لغسيل انواع معينه من الملابس، يعني خبراء الغسالات بينصحوا بيه وباستخدام الجل لانه عنده قدره عاليه على ازاله البقع من الملابس، وكمان سريع الذوبان، يعني مش بيسيب اثر في الملابس وبيحمي الاقمشه من التلف، والمفروض انه بيحافظ على لونها. ولو ان في ناس اشتكت ان هو بيبهت لون الملابس، وانا طبعا زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده ان انا ما لاحظتش الموضوع ده وانه ما بيأثرش عندي على الوان الملابس، ولكن انا شفت بعض الناس وهي بتغسل بالمسحوق الجل بتستخدم درجات حراره عاليه جدا وبتكون ملابس ملونه، وكمان ممكن يستخدموا معاها الكلوركس الالوان بكميات كبيره، فنخلي بالنا ان الحاجات دي ممكن تأثر فعلا على الملابس. فلما نستخدم الحاجات دي تكون الاضافات بكميات معقوله، ويفضل بلاش استخدام الكلوركس في الغسالات دي. بالنسبه لي انا مش بحس ان المسحوق اللي هو الجل مكلف ولا حاجه، ولا بحس ان التاني اوفر. هو كميه التاني بتكون اكبر، لكن زي ما قلنا قبل كده ان الاتنين ونص منه بيعادل المسحوق اللي هو الخمسة كيلو من البودر، فبتحس ان البودر كتير، عشان كده بيتهيألك ان كل ما يكون اكتر كل ما يكون التنظيف اكبر، ولكن الكلام ده مش مظبوط، بدليل ان انت كوبايه واحده بس من المسحوق الجل ده بتكفي معاكي دوره كامله، يعني غسله كامله من الملابس، سواء كنت بتغسلي نص غسله او غسله كامله. ده بالاضافه كمان ان هو ريحته حلوه جدا وبتقعد في الهدوم حتى بعد ما بتغسليها وتشيليها من على الحبل وتطبقيها، بتحس ان ريحته لسه موجوده حتى بعد ما الهدوم بتنشف. مش كده بس، انا كمان هقول لك النهارده على طريقه انا بعالج بيها الهدوم لو عندك مثلا بقع في الملابس، لان في ناس كتير اشتكت ان الملابس الملونه بتاعت اولادها بتكون متسخه او فيها تبقعات ما بتطلعش. جربي بس بلي الهدوم وبعد كده حطي عليها معلقه من المسحوق اللي هو الجل ده، افركي الهدوم كويس بايديكي كده بالراحه وسيبيها ترتاح شويه، مش اقل من نص ساعه او من ساعه، وبعد كده دخليها الغساله تاخد الدوره بتاعتها عادي جدا، تتغسل مع الملابس بتاعتك العاديه في الغساله، وشوفي النتيجه هتبقى قد ايه جميله، هتلاقي البقع بجد طلعت. وعلى فكره تقدري تستخدميه في جميع انواع الاقمشه وكل حاجه تقدري تستخدميها. طب انا بفضل بقى ايه؟ بفضل انك تستخدمي المسحوق الجل ده مع الجينزات، لانه بيحافظ على لون الجينز وما بيمنع البهتان منه. كمان بتستخدميه مع الملابس الملونه عامه زي ملابس البيت او ملابس الشيفونات والملابس اللي فيها رسومات يدويه والحراير والملابس المطرزه، حلو جدا انك تستخدمي فيها اللي هو المسحوق الجل. كمان الملابس اللي فيها طباعه وزي الاورجانزا، الملابس السوداء اللي زي العبيان، انا عارفه ان في مسحوق مخصوص للعبيان الخروج، ولكن جربي استخدمي المسحوق الجل ده كمان في عبيان الخروج، مش هتحس ان هي لونها اتأثر ولا الاسود بتاعها اتغير، بالعكس كويسه جدا جدا في غسيل الحاجات اللي هي العبيان وحاجات الخروج.
انا بالنسبه لي مثلا امتى بستخدم المسحوق الجل وامتى بستخدم المسحوق البودر؟ بستخدم المسحوق الجل لما اكون هعمل غسله واحده بس، يعني مش هعمل غسلتين مع بعض، او اللي هي البري ووش اللي هي الغسله الاضافيه. في حاله الغسله الاضافيه بحب جدا ان انا استخدم المسحوق اللي هو البودر ده، بحط في الدرج الصغير وبحط في الدرج الكبير، وعاده بكون بغسل ملابس بيت او بغسل مثلا مفارش سراير او بغسل ستاير، بغسل حاجات زي كده. امتى بقى بستخدم المسحوق الجل؟ لما اكون بغسل هدوم الخروج بتاعتي، او مثلا بغسل الفوط، بحب ريحته جدا جدا في الفوط على فكره، بتفضل في الفوط كانك عاملاها بالدوني، وبستخدم ساعات معاها دوني. وكمان لما بيكون مش عندي دوني بستخدم المسحوق الجل بس، بيعطيكي ريحه ونظافه وبجد تحفه تحفه. انا قلت لكم انا من البدايه مش بتكلم عن براند معين، بقول لك استخدمي اللي انت حباه، ولكن انا بنقل لك تجربتي الشخصيه من خلال استخدامي للغسالات دي او للانواع المعينه من المنظفات دي، بقى لي فتره طويله جدا بستخدمها. لما تكوني مثلا هتنقعي او هتنقعي في الغساله ممكن تستخدمي المسحوق البودر، لكن لو عايزه تعالجي زي ما قلت لك خارجيا بتحطي حبه كده من المسحوق اللي هو الجل على الغسيل، وبعد كده بتدخليه الغساله بعد حوالي نص ساعه او ساعه، بتلاحظي ان البقع بتاعتك اختفت. انا في بدايه الفيديو طبعا قلت لكم، انا هقول لكم انا بستخدم ايه في نهايه الفيديو، عشان اللي حابب يستخدم المساحيق اللي بستخدمها. انا بحب الاريال الجل جدا، بحب الاريال البودر، وبحب البرسيل كمان الجل، وبحب البرسيل البودر. رقم واحد عندي في الاستخدام بصراحه هو البرسيل، انا بحبه جدا تمام. ولكن في الجل انا بحب الاريال الجل ده رقم واحد بالنسبه لي، وكمان بحب الدوني في المعطرات. جربت التايد وجربت الاومو اللي هو المستورد، ما جربتش المصري، ما اعرفش اصلا في يعني اومو في مصر ولا لا، ولكن جربت الاومو اللي هو الخليجي ممتاز جدا جدا. جربت التايد حلو جدا جدا. اللي استخدمته في دول الخليج غير اللي استخدمته في مصر. بتاع مصر حسيته خفيف، ما حبيتوش بصراحه، ولكن اللي كان في دول الخليج ده كنت بحب استخدمه مع الملابس البيضاء. فلو انت موجود عندك البراند ده او بنفس الكفاءه موجود في بلدك، استخدميه، حلو قوي قوي للملابس البيضاء على فكره الطاير. اما في حاله الملابس الملونه استخدمي الاريال او البرسيل. في كمان ناس بتفضل تستخدم الاوكسي على فكره من الحاجات الحلوه جدا جدا، بس انا بصراحه عمري ما غسلت بيه في الغسالات الفول اوتوماتيك، لكن جربته في الفوق اوتوماتيك اللي هي اللي عند والدتي، جربنا فيها، حلو قوي قوي قوي. استخدام الاوكسي رهيب، بينظف على فكره وحلو جدا. وانا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه برضو عايزه اجيب الاوكسي جل واجربه معاكم هو والتايد، واعمل لكم مقارنه كمان بين المساحيق الجل دي كلها، واقول لكم ايه افضل حاجه فيهم، لان انا تقريبا جربت معظم المساحيق الجل، وعارفه كمان من براند واحد ممكن تستخدمي ايه كذا نوع. يعني عندك براند زي برسيل هتلاقي عندك فيه كذا نوع كذا ريحه. بصراحه انا بحب برسيل جدا وبحب منتجات برسيل جدا، لكن زي ما قلت لكم في الجل انا بستخدم الاريال، بحب اريال جل. ولكن اللي انتم شايفينه دوت كان جاي لي هديه اصلا مع البرسيل، يعني من البرسيل حبيت اللي هو الورد، لكن ما حبيتش ريحته بعد ما الغسيل نشف، لكن في الاريال بيفضل في الغسيل. اتمنى يا رب ان انا اكون افدتكم بالفيديو ده. لو ليكم اي سؤال سيبولي في التعليقات وانا هجاوبكم في اقرب وقت، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، ومع الف سلامه.